قبل ما تفوتي انت على هذا البيت، انا وزيد كانت حياتنا كتير حلوه وكنا مبسوطين. صحيح ما كان عندنا ولد، بس كنا مبسوطين. بس أنا ما عم بفهم شو عملت. انت غشيمه ولا عم جربي تغشمي حالك؟ لا فهميني. انت من اول يوم فتي فيه على هذا البيت وانت حاطه عينك على زيد. شو؟ شايفتك. لا لا هون وبس. شايفه كل شيء عم تعمليه. انت شو مفكرتيني؟ ليه؟ ليه لا اخذ لك جوزك ليه؟ لا تعلي صوتك. انت ما رح تاخذيه، بس انت عم تحاولي. هي اخر مره رحنا بهيك. لا تضطريني اعمل شيء ما بيشبهني. وانت ما فيك تحكي معي هيك، فهمتي؟ ما فيك تحكي معي هيك. شو عم بيصير؟ شو في؟ شو قالت لك؟ شو زعجتك؟ ولا شيء. أنا ونور كنا عم نحكي حديث عام بأمور الحياة، بس بتعرفي هي من الأساس حساسة زيادة عن اللزوم، هرموناتها عم تلعب. ليه عم تبكي؟ بشو اذتي؟ فيكي ما بقى تفشي خلقك بهالبنت؟ لأنه هي منا خدمة بيت بيك، هي ما لها خصة، ما لها ذنب. مزبوط، هي ما لها ذنب، لأنه الذنب كله عليكي أنت، وأنت السبب بكل شيء نحن وصلنا له. ما زال أنا السبب بكل شيء يا مهذبة، ما بقى تأذيها. يا ريت ونزلها الولد. شو؟ يا ريته شو؟ الولد. الله يستر، الله يستر اللي عم فكر فيه ما يطلع صح.